السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني. معاكم قناة انا وطيوري. راجعه لكم النهارده بقى بفيديو. لسه النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده طلعت لهم الصبح. هقفل عليهم اللمبه. انا حبيت اوريكم اللمبه وهي منوره. وطبعا بقفل عليهم السلك بقماشه او ملايه، زي اي حاجه تكون عندك تقفلي عليهم، لان انا خفت عليهم، لان هم زي ما انتم عارفين ان هم لسه صغيرين. اي حبه هوا دلوقتي، لان الجو مش حر. الجو داخل بالخريف، الجو الخريف اللي هو بين الحر والسقعه. فكان لازم اقفل عليهم لما بيبقوا متدفيين احسن، لان هم طبعا الحاجات الصغيره دي بتبقى طالعه من بيضه من مكان متدفي، او بتبقى تحت الام. بيبقوا قاعدين تحت مامتهم، فطبعا لازم انا اعمل لهم جو دافي برضك، ما يبقاش جو ساقع عليهم، عشان ما يموتوش منك. فزي ما انتم شايفين كده بقى انا طالعه هقفل اللمبه والاكل هو اللي حاطه لهم من ساعه ما جبته، زي ما انتم شايفين كده. بس انا حاسه ان اكلتهم ضعيفه، مش مرتاحه يعني. انا او هم لسه، عشان لسه طبعا انا كده قفلت النور وفتحت القماشه زي ما انتم شايفين كده. فانا شايفه اكلتهم ضعيفه، مش مرتاحه لاكلتهم، فلازم احتياطي حاجه مش هتضرهم. ان انا طبعا حاطه لهم دي في النص كده، عشان ما وزنهم ما يوقعش العلف على الارض. لان طبعا انتوا عارفين ان العلف غالي. انا حاطه لهم برضو زلطه عشان ما يوقعوش الميه، لان اول يوم حاطه لهم كده من غير من عطشهم، هم بيشربوا كانوا بيكبوا ميه على الارض. فدي كبسوله مضاد حيوي، دي حاجه مش ضرر ليهم، بالعكس امان. يعني لو فيهم حاجه دي هتحميهم. ده مضاد حيوي بشري، لان انا مش جنبي وحده بطاريه. فده مضاد حيوي بشري عادي. حط لهم اي حاجه بشريه يعني انقذي بيها الطيور بتاعتك. انا اهي فكيت الكبسوله من فوق وبفضيها اهو زي ما انتم شايفين، وهحط عليها الميه وهدوبها كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده انا بفضي الكبسوله، مش بحط الكبسوله زي ما هي. واحط عليها ميه واقلبها وادوبها كويس. وبعد كده اكملها ميه واحط الزلطه، اشطف الزلطه برضو، لان انا حطاها عشان تتقل عشان تتقل لهم السقايه بتاعه الميه. زي ما انت شايفين كده انا بدوبيها كويس جدا، عشان ما يبقاش، لان الكبسوله دي بتبقى البودره اللي جواها حبيبه، يعني مش بودره ناعمه. زي ما انتم شايفين كده شطفت الزلطه واحطها لهم واسيبهم يشربوها احتياطي، حتى لو كان هم فيهم اي عيا او اي مرض يروح منهم بمشيئه الله والله الحافظ. يعني انا اللي بقدر اعمله بعمله، والباقي على ربنا. زي ما انتم شايفين كده بقى انا خلاص انا حطيت لهم سقايه الميه زي ما انتم شايفين كده اهو. و... وهو هم اهو زي ما انتم شايفين، هم خايفين مني او ما بفتح عليهم العشه. بس فاحنا كده اطمنا عليهم وان شاء الله هتابع معاكم خطوه بخطوه، هتابع معاكم كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هتابع معاكم البط، وهقول لكم انا جبت لهم ايه. طبعا انا جبت لهم بعد فتره، جبت لهم نص كيلو علف تاني لغايه ما اجيب الشكاره. وان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم الشكاره اللي انا